يا مساء الخيال والإثارة، أهلا بيك في مجرة الأنمي، المكان اللي فيه كل حاجة ممكنة. يلا بينا نبدأ سرد أحداث الحكاية. اسأل ليه بطلنا عن رأيه. بيفكر بطلنا ان 10,000 جندي ده رقم حلو، وبيقعد يحسبها لو كل واحد سبب له ضرر في وقت معين على كده ان ممكن يخلصوا عليه. بيقول فرصة هايلة، احنا لازم نحارب ولازم نخرج من المدينة ونواجههم بكل قوتنا. يتعصب هوان وبيقول له احنا دلوقتي بنواجه لحظة حياة او موت بالنسبة للمملكة، ازاي تتكلم بالطريقة الطايشة دي؟ بيرد بطلنا من 10 سنين هجم البشر ب5000 جندي وانتوا دافعتوا يا دوب قدرتوا تنقذوا نفسكم. المرة دي جايين ب10,000 جندي وعاوز تدافع وتطلب مساعدة وهتسلم حياتك للي هيجي ويساعدك. يبقى بعد 10 سنين هيجوا البشر وهيبقوا ساعتها 20,000. هتسلم حياتك لمين؟ مش قادر تواجه مصيرك لوحدك؟ وبعدين مين قال ان القوة العسكرية ما اتطورتش؟ انتوا نسيتوا انا مين؟ انا اكبر تغيير في قوتنا العسكرية. يبتدوا الجنرالات يتكلموا ان كلام بطلنا صحيح عشان هو الملك اللي اعترف بيه الاسلاف، وان النبوءة الشيطانية بان ملك الشياطين هيوحد كل الشياطين وهياخدهم للنور. بيقاطعهم هوان وبيقول انت عاوز تضحي بالجنود بتوعنا وتموتهم؟ انتوا ما دخلتوش في معارك ابدا، يبقى ازاي تعرفوا قسوة المعارك؟ بيرد لياو هو انت شايف ان النصر بيجي بالحظ بس؟ انت فاكر ان العدو هيسمح لنا ننفذ هجوم مفاجئ مرة تانية؟ فاكر ان مجرد الحديث عن اليأس هيخلينا نكسب؟ انت مجرد محارب لسنين طويلة ما كنتش تعرف ايه هي اهم حاجة في المعركة. اهم حاجة هو الاصرار على النصر. عشان كده انا هعلن دلوقتي اني بتعهد عسكريا لو خسرنا في المعركة دي يبقى تعدموني ساعتها وتقطعوا دماغي وتخلوني عبرة للكل. بيبصوا له كلهم وهم مذهولين، وبيقول جون في سره انت دايما عندك الحماس اللي بيخلي عندنا الامل. بتقف ليه وبتقول تمام، المعركة دي هتكون بقيادة الجنرال لياو، وهيكون القائد الاعلى والكل لازم يسمع اوامره ويطيعها. احنا هنفتح ابواب المدينة ونواجه العدو. تاني يوم في واحد من المعسكرات بنشوف الجنرال هوان وجامع حواليه الجنرالات الباقيين وبيقول لهم انا دخلت معارك كتيرة في حياتي، والمرة دي جيش البشر مش بس عدده كبير انما كل جندي اقوى بكتير من قبل كده. المعركة دي مش هنقدر نكسبها وانتم بقالكم معايا سنين طويلة وعارفين اني مش هسمح انكم تضحوا بحياتكم بالطريقة دي. عشان كده كل الجنرالات هتنفذ اوامري، وفي المعركة دي ما تخرجوش من المدينة ومحدش يرد على الجنرال لياو، ولو الاميرة وجهت ملامة لينا انا هتحمل المسؤولية بالكامل. بعد كذا يوم بيوصل جيش البشر لحدود المملكة، وبتكون الفرقة رقم 21 من مملكة شانجوا. بنشوف بعدها الجنرال قائد الفرقة بيراقب المملكة بتاعت الشياطين وبيقول جه اليوم اللي هتموتوا فيه، يلا يا رجالة ابدأوا الهجوم على المدينة، وما تنسوش ان الجنرال شين امرنا اننا ما نسيبش دماغ شيطان واحد في مكانها. بيضربوا بشر صواريخ على سور المدينة، وبتشوف الشياطين راكبين التنانين بتوعهم وجاهزين عشان يحاربوا. بيبتدوا يستخدموا السحر عشان يدمروا الصواريخ دي، لكن بيعدي صاروخ منهم بيخبط في السور بيدمره. بيبص بطلنا اللي واقف قصاد الانفجار وبيقول اخيرا جه الوقت. وبنشوف الالات بتاعت البشر بتخش من السور وشكلها عامل زي العناكب. بيكون هوان بيهمس للجنرالات اللي جنبه ان محدش ينسى اللي قال لهم عليه. بيسالوا بعضهم هم هيعملوا ايه عشان لو سمعوا كلام هوان هيبقى ده عصيان للاوامر العسكريه. بيبص لهم بطلنا وبيقول الكل يسمع الاوامر وينفذها. دلوقتي الكل يخش المدينه وممنوع حد يخرج منها. المعركه دي هيتعامل معاها الملك لوحده. بيتصدموا كلهم بعد ما سمعوا الاوامر، وبينط بطلنا بينزل على الارض قدام البشر. بيبتدي يقرب ناحيتهم لغايه ما بيوصل قدامهم بالظبط وهم موجهين الاسلحه عليه. بيبص له القائد واللي اسمه جيا وبيقول في سره ايه حكايه الشيطان ده جه لوحده ولسه في شياطين كتير فوق بس محدش بيتحرك، محاولة يكون فخ. وفوق السور بيكون الجنرالات بيتكلموا لو كانوا سمعوا غلط عشان اوامر بطلنا بانهم ما يتحركوش وهو هيتعامل مع كل البشر. اما الجنرال هوان بيفكر ان بطلنا مجنون، ويا ترى ايه اللي بيخطط له عشان يطلب من الشياطين ما يتدخلوش خالص. اصل جيش البشر 10,000 جندي، يعني مش هيقدر يقف قصادهم لوحده. لكن بطلنا بيبتدي يقلع هدومه وبيقول انا سمعت ان جيش البشر قوي بس مش شايف حد جريء فيهم وجاي يهاجمني. خايفين يعني؟ اصل ما حدش اتجرأ غيري انا وبيتقدم. بيكمل في سره جيا كنت زمان واحد من رجالتي، ما كنتش اتوقع انك هتكون قائد البشر في الهجوم على المدينة، بس مش عايزك تخيبني، انا فاكرك كويس، ما بترضاش بالاهانة وبتردها على طول. وهنا بطلنا بيبتدي يتريق عليهم، فبيتعصب جيا وبيقول السافل ده بيتريق علينا، اضربونا يا رجالة. وبيهجموا الجنود اللي معاهم سيوف على بطلنا، وبيكونوا اللي وراهم ومعاهم رشاشات بيضربوا رصاص. وبطلنا مبسوط جدا عشان عاوزهم كلهم يضربوا مع بعض لان كده الضرر عليه هيبقى اكبر. حتى جيا بيهجم بسيفه كمان وبيضرب بطلنا، وباقي الجنود عماله تضرب فيه يمين وشمال، لكن صحته بترجع بالسرعه من تاني.
وبيعرف بطلنا انه لازم يتضرب بقيمة حوالي 1700 نقطة في الثانية عشان يحصل له ضرر. بيتعصب بطلنا وبيزعل الجنود عشان يستخدموا كل قوتهم، لكن الجنود بيكونوا مصدومين من سرعة العلاج بتاعته. بيصرخ جيا: خلوا الفرقة التالتة تتقدم معانا عشان تهاجم. بتتحرك المدرعة وبتوجه الأسلحة على بطلنا، ومن ضمنهم الأداة السحرية. بتضربه بعدها بالطاقة، فبيفرح بطلنا أخيرا وهو بيتضرب وبيقول: أيوة كده استمروا. بيكون هوان عمال يبص للمعركة وهو مصدوم من القدرة الموجودة عند بطلنا في سرعة العلاج، وبيسأل نفسه لو كان بطلنا ناوي فعلا انه يواجه جيش البشر لوحده. بيكون بطلنا مبسوط جدا عشان هجمات الجنود ابتدت تجيب نتيجة، وبيبص للصحة بتاعته بيلاقيها بدأت تنزل. بيفرح أكتر، لكن فجأة بيظهر له إشعار بيقول له إن اتفعلت القدرة السلبية، فبتخرج طاقة من جسم بطلنا بتخبط في الجندي اللي قدامه بتطيره لبعيد. بيبص كلهم على الجندي اللي اتفرتك ده وهو بيقول آخر كلمتين إن الشيطان ده مش عادي وإن الضرر كان مدمر. وهنا بيموت الجندي فبيتصدموا كلهم. بيفكر جي إن الشيطان ده عنده مشكلة كبيرة هو مش فاهمها. بيصرخ لرجالته إنهم يوقفوا الهجوم. بيفتكر لما قال له الجنرال شين إن في المملكة دي فيها ملك شيطاني من مستوى SSS، وكان عنده قدرة علاج تعتبر زي خلل في النظام، وساعتها قدر الملك ده لوحده انه يهزم ممالك البشر وسيطر على 3 كهوف شيطانية ورجع للشياطين القوة عشان يواجهوا البشر. لكن بيفتكر ان الملك ده مات من فترة طويلة، وهنا بيقول بطلنا وصحته بترجع له بسرعة: وقفتوا ليه؟ انتوا 10,000 جندي مش عارفين تخلصوا عليا. طبعا الجنود بيكونوا مصدومين ازاي بطلنا جروحه بتتعالج بالسرعة دي. بيقول جيا وهو بيتكلم في الجهاز: الشيطان اللي قدامنا خطير قوي، الكل يهدى ومحدش يهاجم. مهمتنا هي اننا نجيب اقوى جيش من الشياطين، ودلوقتي مهمتنا اتنفذت. خلونا نرجع دلوقتي عشان نقلل من الخسائر عندنا. وفعلا بيلف الجيش وبيبتدي يرجع، وبطلنا واقف مستغرب جدا وهيتجنن. بتكون لمير ويان واقفين على السور، بتقول لمير: هم هينسحبوا؟ الحرس الملكي كله يجي ورايا، ما تخلوش البشر دول يهربوا. وبتركب على التنين وبتطير وبيطير وراها كل الحراس. بيكون جون واقف جنبهم وبيقول لواحد من الحراس: نفذوا هجوم كامل للجيش. بيبص بطلنا وراه فبيتصدم لما بيشوف التنانين جايه ناحيته. بيتصدم جيا كمان وبيصرخ: ايه اللي حصل؟ هما ليه كلهم هجموا فجأة؟ انا استخدمت قدرتي وما اقدرش استخدمها تاني. بيكون الجنرال هوان بيبص لهم وهو شايف نفسه انه كبر في السن، والشباب الايام دي عندهم الشجاعه والحكمه ويستاهلوا منصب الملك. وبيقول: يا رجاله الكل ينضم دلوقتي وينفذ اوامر الجنرال لياو. المره دي لازم نخلي الحشرات دول ما يرجعوش تاني. بيوافقوا كل الشياطين اللي معاه، لكن بيجي واحد من المملكه وبيقول: جنرال الوضع وحش قوي، جيش البشر ده كان بيخدعنا. اصل من الناحيه التانيه في جيش تاني قوي جدا ودخل للمملكه من البوابه الغربيه، ونائب القائد والفرقه اللي معاه ماتوا كلهم، وسكان المملكه دلوقتي بيتعرضوا لمجزره كبيره، والجيش الرئيسي بتاعهم رايح ناحيه القصر وهيهاجم ملكه الشياطين. وعند القصر بنشوف جيش البشر وصلوا، وبتكون ليو واقفه بتحاربهم، وبيقول قائد البشر: شياطين ما لهمش فايده. تقول ليو: البشري ده قوي جدا. بيرد عليها مينج وبيقول: احنا لازم نلاقي طريقه عشان ننسحب. بيكمل قائد البشر وبيقول لهم: قوات دفاعكم اتدمرت بالكامل واحنا دخلنا دلوقتي. لكن فجأة بتظهر كورة نارية بتضرب جنبهم وبتصيب واحد من رجالته، فبيحاولوا انهم يعالجوه. بيكون صاحب الكورة النارية دي هو الجنرال هوان. بيقف قدامهم فبيقول له قائد البشر: اخيرا ظهر شيطان هيتعبنا شوية، طيب يبقى نبتدي تمرين معاه. تظهر هالة القائد حوالين منه، وبيعرف الجنرال ان قوته اعلى بكتير من باقي البشر وانه لازم يخلص المعركة بسرعة. بيفعل الطاقة بتاعته بيتحول للتنين المظلم من مستوى ايه. اما عند البوابة الجنوبية فبتكون المعركة بين الشياطين والبشر شغالة، وبطلنا واقف قدام الباب وبيقول وهو بيخش المملكة: بقى كده انت بتلعب معايا؟ من يوم ما بقيت في الجسم ده وبقى الموضوع كأني بغش، اي طريقة بحاول اموت بيها بتكون نتيجتها الفشل. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ عاوزني ابقى ملك الشياطين عشان تبقى راضي؟ بيكون بطلنا بيعيط وبيضحك في نفس الوقت، فبتظهر له فجأة صعقة من السماء وبتضرب في الارض قدامه. بيبص لمكان الصعقة وبيلاقي جثث الشياطين، وبيكمل: هم البشر مش بيحاربوا بره المدينة الشياطين؟ امتى دخلوا هنا؟ بيسمع صوت واحد من الشياطين عمال يقول للبشر اللي ماسكينه: ارجوك سيب بنتي وهديك اي حاجة. بيرد البشري اللي دايس على دماغه: حتى لو ما سبتهاش انت كده كده هتديني كل حاجة. بيكون زميله شايل البنت وباباها مادد ايده وبيصرخ عشان يسيبوها، فبيرزع البشري اللي فوق السيف في ايده وبيقول له: المنتصر بيبقى ملك والضعيف بيبقى حرامي. وفجأة بيضرب بطلنا البشري على وشه برجله بيطيره لبعيد. بيقول زميله: اهو الشيطان تاني جاي عشان يموت اهو، يلا نخلص عليه. بيسيبوا البنت على الارض وبيهجموا هما الاتنين على بطلنا، اللي بيفكر ان حتى لو كانت الحرب قاسية وحتى لو كان المنتصر ملك والضعيف حرامي
بس جيش البشر بيمنع الحاجة اللي كانوا هيعملوها، فبيضربهم بطلنا هما الاتنين وبيخلص الصحة بتاعتهم. اتصدم البشري عشان هجوم عادي عمل فيهم كده، وبيستغرب مين الشيطان ده عشان في حاجة غلط. بيقعد بطلنا فوق وبيقول له اتكلم ياض، انت تابع لانهي فيلق؟ بيرد الراجل احنا كلنا من الفيلق 21، الوحدة 511. وهنا بطلنا بيتصدم عشان دي الوحدة بتاعته، فبيقف وبيسيبهم هما الاتنين اللي بينسحبوا في ساعتها، وبيقول بطلنا لنفسه في حاجة غلط، انا حاسس ان في حاجة مش مظبوطة. فجأة بيسمع البشر بيصرخوا وبيلاقي الشيطان اللي كانوا بيعذبوه بيخلص عليهم. بيكمل في سره كلام لما ببص للمكان ده بحس اني كنت هنا قبل كده، مملكة يون، هي مملكة يون. بيسمع صوت ولد بيعيط بيقول دول قتلوا مامتي. بيرد باباه معلش يا حبيبي انا لسه جنبك. بتبتدي المطر تنزل وبيشوف بطلنا الجنرال هوان اللي اتحول لتنين، وبيفتكر بطلنا المملكة اللي لما كانت هنا قبل 6 سنين وكان معاه فرقة بنج العسكرية عشان يحاربوا مملكة الشياطين اللي اسمها يون. ويومها قدر انه يهزم التنين هوان، والانتصار كان سهل قوي لدرجة انه كان هينسى المعركة. وهنا بيعرف بطلنا انه رجع للماضي قبل 6 سنين، وبيسأل نفسه ليه هو مش قائد الجيش وايه اللي حصل وجسمه راح فين دلوقتي. بنشوفه لينا وجسم بطلنا قدامها وبتقول له لياو الكره بين الاعراق هيبقى كبير قوي وانت مختلف عنهم، انت كنت بتحارب عشان تدافع لكنهم بيحاربوا عشان ينتقموا ويسرقوا، الحرب دي حاجة وحشة قوي. بيقف بطلنا وسط الجثث وبيقول في سره الفرقة 511 القديمة كانت جيش منضبط وعنده ايمان، وبعد ما هزمنا التنين عافينا بعدها عن كل الشياطين. بيبص قدامه فبيلاقي البشر بيدوسوا على الشياطين وبيكونوا شياو ومامته، فبتقول له مامته انه يهرب بسرعة وبيسيبها. في اللحظة دي البشري اللي ماسكها بيضربها بطاقة فبتفقد وعيها. بيكون البشري ده هو نائب قائد الفرقة 511 واسمه يونج، وكان في السجن قبل كده عشان خالف القانون العسكري، وبيقولوا هو شايل ام شياو. ستات الشياطين دول حلوين قوي يا اخي. بيبص له بطلنا وهو بيفكر ان في حاجة حصلت وان دي حاجة ما ينفعش يسامح فيها ابدا. وبنرجع بالزمن شوية لليوم اللي اتولد فيه جون، وبنشوف الجنرال بيخش وهو مبسوط وكل الشياطين مستغربين انهم شايفينه متحمس للدرجة دي. بيشيل ابنه في ايديه وبيقول له انت لازم تكبر يا حبيبي بسلام، وانا هحميك وهحمي مملكة يون طول حياتي. بنرجع للمعركة تاني وبنشوفه طاير في الهواء وبيقف قدام قائد البشر وبيقول انا مش هسمح لزبالة العالم انها تدمر مملكتنا. لكن قائد البشر مش بيكون مهتم عشان شايفه تنين عادي وصحته مش بطالة، فبيجهز سيفه وبينط بسرعة وبيهجم على التنين، بيضربه ضربات سريعة جدا بعدها لدرجة ان التنين ما بيقدرش يشوفه. بينزل تاني للأرض فبيرجع الجنرال لشكله الطبيعي وبيقع في الأرض وبيقول لنفسه ازاي الشخص ده عنده القوة دي؟ ده كان شكله كان بيلعب معانا من شوية، قوته ملهاش مثيل ومحدش هيقدر يقف قصاده. بيقول قائد البشر ما كنتش زي ما توقعت، خيبت أملي ودلوقتي لازم تموت. بيرفع سيفه وبينزل بيه على الجنرال، لكن فجأة بيتصد هجومه. بيستغرب الجنرال ايه اللي حصل وبيبص وراه وبيقول ايه اللي جابك هنا؟ انت اتجننت؟ بيرد جون اللي صد هجوم القائد طبعا جاي عشان اخلص عليه. بيكمل الجنرال مستحيل يا غبي، انت ما تقدرش تقف قصاده، مش هتبطل التهور اللي انت فيه ده. عشان كده بيقطعه جون وبيقول له غبي متهور ما اقدرش اعمل حاجة، هي دي نظرتك ليا من وانا صغير، للدرجة دي انا حقير في عينيك؟ بيفتكر الجنرال زمان لما كان ابنه جون شايفه البطل الاعظم في حياته عشان هو القائد العسكري العظيم، وبيفتكر كمان لما جاب المركز الاول في الدراسة لكن هو مش بيهتم، وبرضه لما جاب المركز الاول في تدريبات الجيش وبرضه معبروش، حتى لما بقى برتبة نائب قائد وكمان مفيش اي اهتمام. بيزعق جون وبيقول اي حاجة كنت بعملها ما كنتش بتقدرها. بيرد الجنرال امشي من هنا، عدونا مش مجرد جندي عادي. بيرد جون لو كان بشري ولا شيطان ولا حتى حاكم، اللي بيتجرأ ويخش على مملكة يون يبقى لازم يموت. وهنا بيهجم جون على قائد البشر اللي بيمد الجنرال ايده ناحية ابنه وبيقول في سره يا مجنون انت مش فاهم قوة البشر. في اللحظة دي بيتحرك جون بسرعة رهيبة وبيخلص على المساعدين اللي مع القائد. بيتصدم القائد لما بيشوفه بقى وراه وخلص على المساعدين بتوعه. بيقول مينج اللي واقف جنب الجنرال ده خلص عليهم بضربة واحدة. بيلف القائد ناحية جون وهو شايف ان الشيطان ده مختلف، وبتظهر اجنحة لجون وبتتجمع طاقة حواليه بشكل رهيب. فبيتصدم القائد وبيبص الجنرال لابنه وبيقول من امتى بدأت تبقى احسن مني؟ بيفتكر الجنرال لما كان ابنه صغير وكان زعلان عشان باباه مش بيهتم بيه، لكن الجنرال بيكون من جواه فرحان بابنه جدا اللي بيتفوق في كل حاجة. ولما جاله خبر ان ابنه طلع الاول في تدريبات الجيش يومها كان الجنرال فرحان قوي، وبيقول للجندي اللي قال له الخبر شفت كنت عارف انه هينجح، بس مش هي دي الخطط بتاعتي. وبنعرف ان الجنرال لما بيسمع اسم ابنه بيتغير مزاجه، وما كانش عاوزه يمشي في طريق الجيش لانه ذكي ودايما الاول.
بيكون قاعد جنب قبر مراته وبيقول الولد ده عبقري، وكنت دايما تقولي لي ان اهتم انا بالمعارك وانت هتهتمي بالبيت، بس سبتيني ومشيتي ومش عارف اتعامل مع جون. كان لازم يعيش حياة عادية وامنة، بس الظاهر اني طلعت غلطان. وبنرجع للمعركة تاني وبيضرب جون نفس التنين، فبتخرج طاقة رهيبة وبتضرب القائد وبيحصل انفجار كبير. بعد ما بيهدى الجو بنشوف جون لسه طاير في الهواء وبيبص للقائد بكل برود. بيكون القائد صد الهجوم ده وبيبتدي يضحك وبيقول اخيرا هو ده اللي انا كنت عاوزه، دلوقتي ظهر شيطان يستاهل التحدي، خلينا نستمتع واحنا بنلعب مع بعض. بيبص الجنرال لسيف القائد فبيتصدم وبيقول السلاح ده انا لقيته في سجلات الاسلحة النادرة. بيقول لجون يلا بينا. بيجري الجنرال بسرعة وهو بيقول في سره السيف ده بيقدر يقطع اي حاجة. بيحرك القائد السيف بتاعه فبيتصدم جون وبنشوف البرج اللي وراه بيتقسم نصين وبيتهد. بيندهوا ليو ومينجا على جون وبيسألوه لو هو كويس، وجون واقف مصدوم وبيبص لباباه اللي واقف قدامه بيقول جون انا كنت غلطان في حقك طول الوقت اللي فات، ده انا نسيت اقول لك حتى انك اكتر حد بفتخر بيه. بيعيط جون وبيقول بس يا بابا دراعك. بتكون دراع الجنرال اتقطعت بضربة السيف، لكنه بيقول وهو بيضحك انت احسن جندي انا عرفته، وفي المستقبل هتبقى اقوى قائد شيطاني في العالم كله، عشان كده انت لازم تفضل عايش. البشري اللي قدامك ده سلاحه من هوية الخطايا، واكيد قدر يخلص على ملوك الشياطين اللي من مستوى اس عشان يجيبه، وحتى لو اتحدت كل المملكة دلوقتي مش هتقدر تهزمه، بس انا عندي خطة اخيرة من سنين طويلة، مستقبل المملكة درعك المطلق. بيقول جون لكن يا بابا الخطة دي انت هتضحي بنفسك. بتكون المهارة اللي هيستخدمها الجنرال اسمها انشطار النواة. في اللحظة دي بيفتكر الجنرال ابنه وهو صغير لما كان بيقول له انه هيعيش حياة امنة وهيحميه طول حياته وهيحافظ على المملكة. وهنا بيجري مينج وبيمسك جون عشان يبعده وبيقول ما تضيعوش تضحية الجنرال. بيقول القائد انتوا عاوزين تهربوا؟ ايه الكلام السخيف ده؟ مش عاجبني الاداء بتاعكم، انا عاوز اشوف اليأس على وشوشكم. وبيرفع السيف بتاعه عشان يضربهم، لكن بيسمع الجنرال كاو بينده عليه من وراه وبيقول يا قائد بلاش تستعجل في القتال ومفيش داعي يموتوا بالسهولة دي، الاغبياء دول بيدافعوا عن قلب الشيطان ده، وانا جبتهولك وبطلب منك لو تقبلني في الجيش البشري دلوقتي. بيوجه القائد السيف على رقبة كاو بيقول له يعني انت بتقول ان اللي معاك ده هو قلب الشيطان وعاوزني اصدقك؟ انا هثق فيك ليه؟ بيرد كاو العشيرة اللي انا بنتمي ليها هي عشيرة حراس قلب الشيطان للمملكة، والكلام ده من زمان قوي. اصل من يوم ما وحد اول ملك شيطاني واللي هو لوليون اراضي الشياطين كان جدنا لونج قائد جيشه الموثوق، وكان كل ملك شيطاني بيكون حواليه 3 قادات، واحد خبير في السحر والتاني في القتال والشؤون العسكرية. بس عشيرتنا ما كانش ليها مكانة في السحر والقتال، انما كانت خبيرة بده عشان قلب الشيطان اللي سابه لوليون في دم قائد الجيش المؤسس لونج، وعشيرتنا هي الوحيدة اللي تقدر تفعل القلب ده او تديه لحد. بيفكر القائد انه سمع عن قلب الشيطان وانه كان فيه طاقة هايلة من قوة الشياطين وروحهم، وبيقول شيء بالقوة دي هتديه ليا بكل سهولة؟ انت شايفني عبيط؟ بينزل البرق على سيف القائد، بيبص له كاو مرعوب ومن خوفه بيسيب القلب وبيحط ايديه على دماغه وبيقول انا اسف، كل اللي كنت عاوزه ان افضل اعيش، انا ضعيف وما عنديش لا قوة سحرية ولا جسدية، وحتى لو استخدمت القلب ده جسمي الضعيف هينهار، طول عمرها عشيرتنا ملهاش نفوذ وكنا بنتلون زي الحرباية عشان نفضل عايشين. بتكون ليو عمالة تعيط وبتقول عم كاو انت اتجننت؟ البشري ده اخونا، ده حتى قطع راس اخوك الوحيد بايديه. بيروح القائد وبيدوس على دماغ الجنرال بانج وبيقول هو التخين ده كان اخوك؟ بيشد دماغه فبتيجي قدام كاو اللي بيتحول وبيبقى شبه المجانين، بيقول ده كان يستاهل اللي حصل له، ازاي يتجرأ ويستفز اللي هم اقوى منه؟ احنا نعرف البشر محدش يهزمهم، ليه نحاربهم؟ بس اللي بيمشي مع التيار هو اللي بيكسب في الاخر مش كده؟ فبيضحك القائد وبيوطي عشان ياخد القلب وبيقول له ايوه صحيح، وتسليمك الكنز ده كان قرار حكيم وعشان كده انا هاخده. بيبص له كاو بيقرب صباعه من بقه وبيقول اجهزوا عشان تحموا سيد الشياطين. وهنا بيفعل مينج الدفاع المطلق، وبيفعل برضه الجنرال هوان انشطار نواة الحياة. بتكون ليو وجون بيبص لهم ومش فاهمين حاجة. بيعض كاو على صباعه فبيجرحها وبيرمي الدم بتاعه على قلب الشيطان اللي اول ما بيلمسه الدم بيتفعل على طول. بيتصدم القائد وبتخرج طاقة رهيبة من القلب ده، وبيقول كاو عشيرتنا كانت بتستنى اللحظة دي من زمان، عشان هو ده دورنا الوحيد، احنا لينا مكانة كبيرة وسط الشياطين من زمان قوي، ودي الطريقة الوحيدة اللي نرد بيها الجميل. فاللحظة دي بيحصل انفجار مرعب بيدمر المكان، وبنشوف البشر بينسحقوا من الانفجار. بتسأل لامير ايه اللي بيحصل جوه المدينة وهم بيبصوا للانفجار،
فجأة بتنزل صاعقة من السما بتضرب في وسط الانفجار ده، وبنشوف كاو بعد ما جسمه ولع وبيقول ده كل اللي عندي، بس انا ما استخدمتش غير 1% بس من قوة القلب. بيمسك جون باباه عشان يسنده وبيقع كاو على الارض، وفي اللحظة دي بيظهر التنين المدرع من المستوى الخامس واللي بيعمل دفاع مطلق بيمنع كل الاضرار. بتشوف القائد واقف من غير ما يحصل له حاجة، والتنين فوقه بيقول انت عملت اسوأ خطأ، ازاي تلعب بكل الاوراق القوية اللي معاك قبل ما تعرف خصمك. بيمد كاو ايده عشان يمسك القلب، لكن بتنزل الصعقة على القلب بتوديه لايد القائد اللي بيكمل انت جاهز عشان تتحمل اللي عملته؟ ما كنتش متوقع ان هشوف قلب الشيطاني في المملكة التافهة دي، بس مش غريبة انها الارض اللي اتولد فيها ملك الشياطين، ودلوقتي ابتدى الجد. يلا يا تنين اعملها انت. بيكون القائد حط القلب في جيبه وبيبص له التنين عشان مش عاوز يعملها، وبيكمل ايه مش قادر تهاجم جماعتك؟ بيفعل القائد الجهاز اللي راشق في رقبة التنين، وبيبتدي التنين يصرخ من الوجع. بيتوجه ناحية الملكة واللي معاها وبيكون هيضربهم، فبيفعل منج الدرع عشان يحميهم، وبيقول القائد ايه الشياطين العاجزين دول، انتوا بطيئين قوي. وفي ثانية بيختفي القائد، وبنشوف منج اتضرب في ظهره بايد القائد اللي طلعت من الناحية التانية. بيهجم الجنرال هوان عشان يضربه، لكن القائد بيمسك ايده وبيستخدم العين اللي بيقدر يفحص بيها قدرات الخصم، وبعد ما بيعرف احصائياته بيقول له انت ضعيف قوي، عشان كده انا هسحق لك قوتك. بيكسر القائد دراع الجنرال وبيسيبه يقع على الارض، لكن جون بيهجم على القائد من الناحيه الثانيه وبيحاول انه يضربه، بس القائد بيختفي تاني، وبرضه بيفحص احصائيات جون وبيعرف ان عنده امكانيات ملكيه عشان سرعته اكتر من 2000، بس بيكون شايفها ملهاش لازمه. فبيقرب منه بيقول له انت اسرع شيطان في المملكه مش كده؟ بيضربه بعدها برجله بيطيره لبعيد، وبيقع جون على الارض. بيروح دايس على رجله بيكسرها له، بيقول له انتوا فاكرين ان النمله هتهز جبل؟ الاحصاءات بتاعتكم كلها دي ولا حاجه، بس لو كان في مني كمان اكتر فهتعملوا ايه؟ وهنا بتضرب الصواعق في الارض، وبيظهر نسخ من القائد كتيره قوي حواليه، والمهاره دي بتخلي النسخ دي ليها نفس القوه والادراك ويقدر يبدل ما بينهم. بيمسك القائد الملكه وبيقول طول الوقت عمال افكر باعتباره انتوا ضعفة للدرجه دي، يبقى ليه موجودين اصلا؟ بس عرفت السبب بعدين، القيمه الوحيده بتاعتكم هي عشان بس تمتعوني. طبعا بنعرف ان القائد ده لما كان صغير كانت اكتر هوايه بيحبها هي القتل، حتى انه ما رحمش قطه صغيره قبل كده. بيسيب الملكه تقع على الارض بعد ما فقدت الامل وبيضربها برجله، وهنا بيقف الجنرال هوان وبيقول احنا خسرنا المره دي، بس ده شرف كبير اننا نموت مع بعض. بيرد عليه القائد هو ده المتوقع من اللي بيدافع عن المملكه، لسه واقف بفخر لغايه دلوقتي، بس عارف لو استسلمت هتبوظ المتعه. بيشاور القائد لنسخه من نسخه، فبتمسك جون وبتشده من شعره. كمل القائد مش ده ابنك؟ انا ممكن اديله فرصه انه يفضل عايش وما يموتش معاك، بس بشرط انك تركع قدامي دلوقتي. بيقول جون انت يا وحش، ابويا مش هيقبل بده. بيرد القائد دي فرصتك الوحيده والاحسن انك تفكر دلوقتي. فبيركع القائد قدامه وبيقول له ارجوك ممكن توفي بوعدك. بيقول القائد لجون انت ياض عاوز تنقذ ابوك، انا عندي نفس الشرط. لكن جون بيقول لباباه انه يقف، فبيضحك القائد وبيضرب الجنرال في صدره وبيقطع له دراعه الثانيه. وهنا بيركع جون وبيقول له كفايه قتل بقى ارجوك. بتكون الملكه عماله تبص لهم وهي منهاره، فبيرد القائد دلوقتي انتوا الاتنين راكعين، الموضوع كده اتعقد، مين اللي لازم اسيبه يمشي؟ فبيضرب الجنرال في قلبه وبيعيط جون، فبيرد الجنرال سيب جون يمشي. بيكمل القائد انت مين سمح لك ترفع راسك؟ انت بوظت الاتفاق، وعشان كده انا هتراجع عن وعدي. فبيهجم جون عليه، لكن بسرعه بيضربه القائد، والملكه بتبص له وهي قلقانه عليه وعماله تعيط هي ومينج. بيخرج من الارض سلاسل وبتربط كل الموجودين من الشياطين في ايديهم وبترفعهم لفوق. نفس المشهد ده حصل في طفوله القائد لما كان معلق القطط وهو بيعذبها. بيرجع القائد يضرب جون تاني وبيقول له انا هبعد عن الاعضاء الحيويه عشان نشوف هتستحمل كام طعنه. يا تنين تعال هنا. بيقرب منه التنين فبيقول له اجهزوا بقى عشان الحفله الاخيره. بيتكلم القائد على الجهاز وبيقول نائب القائد باولي انتوا خلصتوا لعب مش كده؟ بلغوا الجيش انه يبتدي الهجوم. بيرد عليه حد من الارسال وبيقول له انت اتجرأت فعلا انك تتمرد. يستغرب القائد وبيسأله هو مين وفين باولي، فبيرد عليه الصوت واحد واقف وراه بنفس اللحظة ان باولي هنا. بيبص القائد وراه بيكون هو اللي بيكلمه بطلنا. بيقول له ما كنتش اتوقع عندك عشان السلطة هتوصل لوحشية دي، انا السبب في موتهم. يبص له القائد مستغرب وبيكمل بطلنا كان لازم اتوقع ده عشان الوحش هيفضل وحش، والجرائم اللي انت عملتها دي لازم تتقطع حتت عشانها. بيقول القائد اهو جالنا زبالة جديدة. بينط القائد عشان يهجم على بطلنا وبيرفع سيفه عشان يضربه، لكن بطلنا بيديله بوكس في وشه بيرزعه في الارض. بيمسكه بعدها من رقبته وبيقول له هنبتدي منين الاول؟
يعني انقلاب وخيانة وتحرش وتعذيب أسرة وخلصتوا على الزملاء، ابتدي منين اتكلم؟ بيسألوا القائد هو بيتكلم عن ايه. بيكون باولي مرمي على الارض جنبه وبيقول الشيطان ده مش طبيعي من اول ما اتقابلنا وهو مهتم بامور البشر. وبنرجع للحظة اللي كان فيها باولي ماسك مامة شياو وهي بتقول له انهم ما يخلصوش على الولد الصغير. بيقول باولي ما تنسوش ما حدش يخلص عليه عشان انا هخليه يتفرج ازاي هلعب مع مامته. وهنا بيتفرتكوا الجنود الجليديين اللي عاملهم باولي وبنشوف بطلنا هو اللي ضربهم. فيرد باولي ايه اللي جاب الشياطين الضعيفة هنا؟ ما تقلقش خد جرب ده. وبيعمل باولي جندي جليدي جديد وعملاق، بيكون الجندي ده قوته قد نص قوة باولي، لكن بطلنا مش بيديله فرصة وبيهجم بسرعة بيضرب الجندي بيه فرتكه حتت. بيكمل على باولي كمان وبيضربه على وشه بالقلم بيطيره لبعيد. بيكون باولي تقريبا خلاص هيموت. يقول بطلنا دلوقتي لازم الحقيقة تتكشف، ايه اللي حصل للجيش بتاعي؟ بيحكي له باولي ان قائد الفرقة 511 كان لياو والنائب بتاعه وان هو، وقبل 15 يوم النائب ده كان عامل حفلة خطوبة بره المعسكر، وفي اليوم ده ابتدوا يتحركوا عشان القائد لياو ما كانش موجود، ولان الكل كان سكران دخل هو وشين لخيمة النائب واجبروه انه يبلغ عن القائد بانه مرتشي ومتمرد وان الوثائق الموجودة في اوضته لو اتعاون معاهم فهيتم اعتقاله، وساعتها هيبقى هو القائد وشين هيكون هو النائب. لكن وان هو قال ساعتها انتوا مجانين، ده انقلاب، ازاي تجرأوا تعملوا كده؟ وعشان النائب رفض الخيانة تحرشوا بخطيبته فاتجنن وان هو وكان عايز يخلص عليهم، لكن كانوا عاملين حسابهم ساعتها وحاطين له السم في الشرب بتاعه، وابتدى اثر السم يظهر عليه. بيقول شين هسألك للمرة الأخيرة هتنضم لينا عشان نوقع لياو؟ فبيرفض وان هو وده اللي خلاهم يخلصوا عليه هو وخطيبته، وعشان ما يكونش ليهم علاقة سابوا الخنجر بتاعه لياو في مكان الجريمة. وساعتها قال لهم شين ان النائب وان هو مات على ايدين لياو بعد ما اكتشف لياو ان وان هو خانه وده اللي خلاه يخلص عليه. ساعتها شين قاد الجيش للمعسكر الرئيسي عشان ينفذوا اعدام القائد لياو، لكن لما وصلوا ما لقوش لياو عشان كان مشي من المعسكر بدري وكان سايب كل اسلحته في الخيمة. بعدها قدم شين للحاكم طلب بانه يصدر امر اعتقال بحق القائد لياو اللي اتحرش بزوجة زميله وخلص عليهم هما الاثنين. بعدها تحول شين لقيادة الجيش بعد ما دعموا باباه. وهنا بيسأل باولي ليه بطلنا مهتم بالبشر؟ فبيرد طيب فين الباقيين؟ محدش شكك في اللي حصل؟ بيضحك باولي وبيقول قصدك المعجبين الاغبياء؟ اكيد شككوا لكنهم كانوا ضحية قدام جيش شين. انا مستغرب ليه في ناس عندها الولاء الاعمى ده. انا قلت لك كل حاجة بقى دلوقتي مش هتنزلني؟ لو نزلتني هقدر اقنع قائد شين ان يخليك عايش. وهنا بطلنا بيضربوا ضربة بيضيع له فيها مستقبله، وكلنا فاهمين طبعا. بتقول له مامة شياو جنرال لياو البدلة اللي اديتها للجنرال مينج هي عندي، وكان متوقع ان هتحصل ازمة كبيرة في المملكة فقال لي استني في القبو، عشان كده ارجوك البسها واهرب بعيد عن المملكة، لانه قال لي ان انت الامل الاخير للشياطين فما ينفعش تموت في المعركة دي. ودلوقتي جات لي رسالة سحرية من الجنرال وباين انهم وقعوا في مصيبة. بيلبس بطلنا البدلة والدرع وبيمسك باولي من شعره. بتكمل مامة شياو جنرال البوابة هناك اهرب بسرعة. لكن بطلنا بيقول لباولي هتاخدني دلوقتي لشين، انا مش جبان عشان اهرب. بيرد باولي انت مجنون، انت فاكر نفسك هتقدر تقف قدام القائد شين؟ ده هيقطعك حتت يا غبي. وبنرجع تاني لبطلنا بعد ما نزع شين في الارض وبيضربه، بتكون دي نسخة تانية من شين وبيفرتكها. بيكون باولي مستغرب ليه بطلنا بيدور في مواضيع البشر، وبينقل نفسه شين لنسخة تانية ويبص لبطلنا عشان يكشف احصائياته وبيعرف ان سرعته قليلة وده معناه انه اسرع منه. بيخلي النسخ بتاعته تهجم عليه وهو بيقول في سره قدرته على التفاعل قبل كده كانت بالحظ، بس الحظ ده مش بيطول كتير. لكن هنا بطلنا بيتحرك بسرعة رهيبة وبيضرب كل النسخ بيطيرها لبعيد. بيتصدم شين وبيقول مستحيل احصائياته اقل مني، ايه حكاية الشيطان ده؟ بيرد لياو دلوقتي جه دوري. بيبص له شين وبيفكر ان قوة بطلنا اللي ظهرت في احصائياته مستحيل انها تهزمه، والنسخ بتاعته عندها نفس الصفات لكنه عارف انه ما يقدرش يشوف قيمة الحظ اللي عنده. بيحسب سرعته وقوته انها اكتر من قوة وسرعة بطلنا فمستحيل انه يسبقه، وبيقرر انه يجرب مرة تانية. بيهجم على بطلنا بسرعة رهيبة جدا لكن بطلنا بيتحرك وبيمسك النسخة بتاعته بيرزعها في الارض بيخلص عليها. بيتصدم شين من اللي حصل وبيقول بطلنا انت لسه بتركز في البيانات التافهة بتاعتك دي؟ انت فاكر انك تقدر تشوف كل حاجة؟ وبيرجع يهجم تاني شين بالنسخ بتاعته وبيقدر بطلنا انه يتفاداها ويضربها بسرعة ويخلص عليها. بيقول شين ما ينفعش تفضل كده طول الوقت. لكن فجأة بطلنا بيبقى وراه بالظبط وبيضربه، بس شين بيقدر انه يهرب بسرعة وبيفكر انه مش هيقدر يواجهه بشكل مباشر، فبيبعت له واحدة من النسخ بتاعته للملكة وبيقول انت في الاخر تابع لملكة الشياطين، خلي بالك ان الزعيمة بتاعتكم في ايدي. يمسكها شين من السلسلة اللي في رقبتها وبيقول جون لما بتواجه حد اقوى منك هي دي طريقتك الوحيدة؟
بيقول له بطلنا وهو ماشي ناحيته: حاجة مملة اللي بتعمله ده. يزعق تشين: لو قربت خطوة واحدة كمان الكل هيموت. تبتدي النسخ تشد في السلاسل اللي على رقبة الشياطين، وبيكمل تشين: تعالى، مش شايف نفسك قوي؟ حتى لو كنت سريع، بس انت لوحدك، ولو اتجرأت انك تنقذ حد فيهم فهخلص على التاني. هتعمل ايه؟ ايه هو خيارك؟ بينط بطلنا بسرعة ناحيته، وبيتصدم تشين لما بيشوفه ويهاجم، وبيقول جون: انقذ ملكة الشياطين. لكن بطلنا بيمسك في وش نسخة تشين اللي جنب جون وبيرميها لبعيد، وبيقول جون: انقذتني ليه؟ طب هتعمل ايه بالنسبة للملكة؟ بيرد بطلنا: ومين قالك ان انا بنقذ واحد بس؟ بنشوف جندي جليدي ظهر وشايل الملكة بدراعه وخلص على نسخة تشين. بيكمل بطلنا: انا هنقذ الكل. وبيهجم الجندي الجليدي على السلاسل اللي رابطه الشياطين، بيقطعها كلها. يتصدم باولي ازاي بطلنا عنده المهارة دي، عشان دي مهارته، وازاي قدر بطلنا ينسخها. بتهجم نسخة من نسخ شين على الجندي الجليدي، لكنه بيمسكه من دماغه بيرزعه في الارض. بيقول بطلنا: الجندي ده زي قوتي بالظبط. طبعا يا جماعة بطلنا كسب مهارة النسخ اللي يقدر ينسخ بيها مهارة اي خصم قدر يهزمه قبل كده. بيفكر باولي ان المهارة بتاعته قدر يجيبها بالصدفة لما كان في كهف الشياطين، ورغم قوتها بس عندها نقطتين ضعف، وده عشان خاطر بتستهلك جزء من الصحة ومحتاجة للمية. وشكل الجندي بيكون شبه لمحارب من عرق قبله قبل كده. طبعا قوة الجندي بتكون على حسب نسبة الدم المستهلك من اللي عمل الجندي، فمعنى كده ان بطلنا استخدم كل صحته عشان يعملها بالقوة دي. وهنا بيصرخ باولي: يا قائد، ما تهاجمش الجندي، اهجم على الجسم الاصلي، ده بيستخدم مهاراتي ومعنى كده انه في اضعف حالاته. فبيبص شين لبطلنا وبيفكر انه محتاج ضربة واحدة وبيخلص عليه، فبيهجم بنسخة من نسخه بسرعة ناحيته، بيجري على طول بيضرب بطلنا وبيقول: انا كسبت. لكن بطلنا مش بيتحرك وبيقول له: كمل. بيتصدم شين وبيقول: ايه ده؟ انت كان لازم تموت دلوقتي، انا متأكد اني ضربتك من شوية. بيخلي النسخ بتاعته كلها تهجم وبتبتدي تضرب كلها في بطلنا من كل ناحية. بعد شوية بيقول بطلنا اللي ما اتحركش من مكانه: ها، لسه هتعمل حاجة كمان؟ بيحس شين ان في حاجة مش طبيعية بتحصل، وبيفعل العين بتاعته، فبيتصدم لما بيشوف ان صحته زي ما هي، وبيحس ان في هيئة بطلنا حاجة مخيفة. بنشوف بطلنا بيمد ايده لقدام، فبيتكون سيف من الطاقة في ايده. بيقول: ايه يا شين، ما بقاش عندك حاجة تعملها؟ بيفكر شين ان في الحالة دي لازم يهرب ويستخبى، وعشان السما كلها صواعق فده من حظه لانه يقدر يعمل نسخ كتيرة ويستخبى وسطيهم. كده بطلنا مش هيقدر يخلص عليهم كلهم. بيكمل بطلنا وهو بيقول للجندي الجليدي: النسخ اللي هناك دي انت هتتكفل بيهم. بيبص له باولي وبيفكر ان بطلنا بيشغل نفسه بمشاكل البشر بطريقة غريبة، وحتى مهاراته ومهارات القائد شين قدر يعرفها كويس. ده كمان قدر انه يتجاوزهم بمراحل، وده مش شكله شيطان في الاساس ابدا. بيقول بطلنا: في العاصفة دي ما فيهاش صواعق بس، ده برضو كمان المية مش بتقف. وهنا بيبتدوا يظهروا الجنود الجليديين من الارض. بيكمل بطلنا: قوتك دي كلها اقل مني، طب لو كان في جنود كتيرة زيي ساعتها هتعمل ايه؟ بتبتدي المعركة بين الجنود الجليديين ونسخ شين، وبيكون التنين واقف وبيتفرج. فبيزعق شين للتنين: انت مش بتحارب ليه؟ بنشوف بطلنا بيتفادى النسخة اللي قدامه وبيفعل قدرته، وبيقول ان هو هيخلص المعركة دي بسرعة. بيكون شين مستخبي ويقول في سره: مش هقدر اواجهه بشكل مباشر، انا فهمت طبيعة قوته، هو عنده قدرة شفاء خارقة، بس الهجمات بتقلل من صحته، يعني هو مش خالد. السيف الليو اللي معايا بيخزن الطاقة وبيخترق اي دفاع، يعني لو خليت طاقته كاملة ساعتها هخلص عليه بضربة واحدة. اهم حاجة ان ليو مرتبط بجسمي الاصلي، يبقى عطله شوية وبعدها. لكن قبل ما بيكمل بيجي جندي جليدي من وراه وبيضربه بالسيف في ظهره، فبينقل شين نفسه النسخة تانية بسرعة. وبيفهم هنا باولي اللي بيعمله قائد شين هو انه بيتنقل بين النسخ بتاعته عشان ما يقدرش بطلنا يخلص عليه، والجنود الجليديين ليهم وقت زمني، يعني بطلنا ما يقدرش يفضل يعمل منهم طول الوقت. بيقول بعدها: انت هتخسر قدام القائد ومش هتقدر عليه. بيرد بطلنا وهو بيخلص على نسخة من النسخ: مين قال اني عاوز اخلص عليه؟ انا قلت قبل كده ان الجرائم بتاعته يستاهل عليها انه يتقطع حتت، كل نسخة منك هي جزء من روحك، وكل نسخة بتموت وجعها بيوصل لجسمك الاصلي، مش كده؟ بيبص له شين وهو بيفكر ازاي هو بطلنا عرف المعلومة دي. بيكمل بطلنا: التآمر والتحرش وتعذيب الأسرى والخيانة، الجرائم دول ما ينفعش معاهم الموت العادي والسريع. بنشوف شين موجوع مع كل نسخة فعلا بتموت، وبنشوف الجنود الجليديين بيقطعوا النسخ هم وبطلنا اللي بيقول: انت لازم تحس بالمعاناة اللي سبب. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الحكاية هدينا لايك وادعمنا باشتراك، واستنى الحلقة الجاية من مجرة الأنمي، دايما عندنا الجديد. سلام.